جبت العربية منها الحمد لله. بس كانت الخطوات بقى ان انا ازاي اسجل عربية وازاي اطلع رخصة قيادة في امريكا. ف اسجل عربية دي حاجة سهلة جدا طبعا، مش زي عندنا تروح المرور وتتعذب عشان تعمل القصة ديت. هي بتديك النيم تاج اللي هو في حاجة اسمها التايتل بتاع العربية، ورقة كده بتمضي على ظهرها هي، وانت بتمضي انك اشتريت العربية، بتاخد الورقة دي بس وبتاخد العربية وهي بتفك النمر وبتاخد النمر بتاعتها، وانت بتاخد التايتل دوت وكده خدت العربية وخلاص، وبتدي لها الفلوس وخلصت على كده. بتاخد التايتل دوت بقى وبتروح بيه اللي هي زي ما تقول مركز المرور او مركز المرور اللي موجود في المدينه اللي انت فيها، وتروح تقول لهم انا اشتريت العربيه الفلانيه وعايز اسجلها. يقول لك عشان تسجل العربيه ديت انا محتاجه منك رخصه سواقه عشان تبقى بتسوق. فسجلتها مبدئيا تسجيل مبدئي، لكن ما خدتش التسجيل النهائي الا بعد ما عملت رخصه السواقه. اجراءات التسجيل ما فيهاش اي حاجه، اجراءات تسجيل عربيه بتقدم ابلكيشن مع التايتل دوت ورخصه السواقه، وبتدفع رسوم في كلام فاضي يعني. مش هو على حسب طبعا سعر العربيه، هم بيقيموا العربيه بيسموه الماركت فاليو بتاع سعر العربيه. سعر العربيه ديت كذا، بيحددوا لك الماركت فاليو بتاعها بكذا، فبتدفع المبلغ الفلاني 200 دولار 300 دولار، ده المبلغ بتدفعه اللي بيقولوا عليها الضريبه في مصر يعني. وبعد كده بيديك النيم تاج، بتختار الرقم اللي شكله حلو. مش بتختار الرقم ده، بتختار الديزاين بتاع اللوحة، عليها خوخ عليها مش عارف ايه عليها ايه. و ف نرجع بقى لقصة الرخصة، ان انا محتاج اطلع رخصة عشان اخد اللوحة اللي بتتعلق ورا ديت. فرحت قلت لهم انا معايا رخصة دولية، معايا انترناشونال لايسنس ممكن اقعد بيها. فقالوا لي انترناشونال لايسنس لو انت رايح سياحة، لكن لو انت مقيم لمدة سنتين في امريكا لازم تطلع رخصة كشخص مقيم جوه البلد. فرحت مليت ابلكيشن عشان رحت الاول في يوم قعدت كده في الريسبشن بره، بتاخد رقم وبتقعد بينادوا عليك، بتملى الابلكيشن وشويه بيانات اسمك ورقم جواز السفر وشويه بيانات كتير كده بتملاها. وبعد كده بتروح على الريسبشن تقول انا عايز اعمل الامتحان عشان اطلع الرخصه. الامتحان تو بارتس، جزئين، جزء نظري. الجزء النظري دوت بيختبرك في علامات المرور، العلامات، الاشارات، والرولز والريجوليشنز ونظام السير في الشوارع في امريكا. ده لما بتنجح فيه بتروح تمتحن الجزء الثاني اللي هو الجزء العملي. الجزء الاولاني دوت انا قلت اجرب نفسي مش هخسر حاجه، كلها 10 دولارات تعمل الامتحان. دفعت 10 دولارات ودخلت، نجحت في الاشارات وما نجحتش في القواعد ولا ايه، القواعد بتاعه المرور نفسها اللي في امريكا. ادوني كتيب صغير كده قالوا لي روح اقراه، رحت قريت الكتاب دوت، وبعديها بيومين رحت امتحنت ودخلت الجزء الثاني النظري اللي هو دوت. هما جزئين نظري، جزء اشارات وجزء القواعد. القواعد المرور قريت الكتاب ودخلت ونجحت. بتاخد ورق النجاح دوت بتقول له انا عايز احجز ميعاد السواقه، الامتحان العملي. رحت حددوا لي ميعاد، بعديها باسبوع تقريبا اول ميعاد كان كذا. تقدر تحدد ميعاد بالتليفون او تقدر تحدد الميعاد وانت هناك وانت واقف. حددت الميعاد، رحت اول مره مشيت سقت الركنه كان فيها مشكله وعديت الخط الابيض اللي في النص دوت، فما نجحتش اول مره عشان عديت الخط الابيض اللي في النص. احنا طبعا بنقضيها في مصر هنا خط ابيض وخط احمر، مفيش خطوط والكلام ده مش موجود عندنا يعني. فصاحبي بقى اللي هو الدكتور راضي ساعدني في السواقه وظبطني على الاشارات والرولز اللي هم عايزينها، والحمد لله نجحت في اختبار السواقه بعد كده. وبعد ما نجحت طلعت الرخصه المؤقته. بيدوك رخصه مؤقته كده وبيبعتوا لك الرخصه اللي هي الدائمه، اللي هي الدائمه بيبعتوا لك على الميل، على البريد بتاعك في السكن اللي انت بتحط عنوانك. وكل سكن ليه بريد كده بيبعت لك عليه الجوابات والحاجات اللي بتجيلك. فبعديها باسبوعين وصلني الرخصه الاساسيه، وطلعت طلعت بقى اللي هو الفول ريجستريشن بتاع العربيه وبدات اسوق. ودي كانت مرحله السواقه في امريكا سهله كتير، اسهل بكتير من السواقه في مصر. السواقه في امريكا لو التزمت بالقواعد والتزمت بنظام المرور في امريكا اسهل بكتير من السواقه في مصر. الميزه ما فيش عساكر مرور خالص في امريكا، عمرك ما هتشوف عسكري مرور ماشي. كل اللي موجود ان انت في كل تقاطع بتلاقي اشارات مرور، اشاره حمراء وخضراء وصفراء زي الاشارات بتاعتنا.
بتلتزم، بتقف في الاشارات، بتتحرك لما الدنيا بتمشي. الدنيا منظمه لاقصى حد، ما بتحتاجش ان انت لا تزعق ولا تتخانق ولا يحصل اي حاجه. العربيه بتاعتك بتبقى كفرج. تامين ده اسمه تامين ضد الغير. تامين ضد الغير، لو العربيه بتاعتك لو انت خبطت حد، شركه التامين بتصلح له هو العربيه. لو انت عامل تامين شامل، التامين الشامل دوت بيصلح لك العربيه وبيصلح له العربيه. متوسط التامين بتدفع حوالي $60 في الشهر، في ناس بتدفع $40 على حسب نوع العربيه وحسب خبرتك في السواقه. خبرتك في السواقه جوه امريكا، فخبرتك في السواقه جوه امريكا، انا خبرتي في السواقه جوه امريكا مفيش، فكنت بدفع حاجه $60 تقريبا في الشهر. الشركه اللي كنت بعمل معاها التامين اسمها جايكو. بتكلم جايكو في التليفون، بتاخدوا منك البيانات بتاعتك كلها ونوع العربيه واللايسنس بتاعتك وكل حاجه، وبيطلع لك الريت. انت الريت بتاعك تدفع $60 في الشهر، بتوافق، بيبعت لك على الايميل بتاع البوليسي اللي هي بوليسة التأمين، بتمضيها او بتابروفت، وبعد كده كل شهر بيخصم من الكريدت كارد بتاعك $60. وخلاص مش محتاج تكلمهم كل شهر ولا محتاج اي حاجه. هم بيبعتوا لك نوتيفيكيشن ايميل كل شهر قبل ما يشيلوا المبلغ منك ب4 ايام، وهما بيشيلوه لوحده، مش محتاج انك تفكر في الموضوع. البوليسي بتبقى لمده 6 شهور، بتتجدد لوحدها لو انت عملت ستوب للسيرفيس. بس هما ده الوقت اللي هما بيشيلوا فيه الموضوع ده. غير كده التأمين ده ما فيهوش مشكله خالص. التأمين دوت انت مجرد انك اشتركت مع الشركه في ستيت فارم وفي جايكو. هما الاثنين ارخص شركتين للتأمين على العربيات في امريكا. ده بالنسبة للتأمين بتاع العربية. بالنسبة للبنزين، البنزين بتمون تقريبا زي عندنا 90-95. سعر لتر البنزين بالجالون، البنزين $3 وحاجة. العربية بتاعتي كانت بتمون بحوالي $35 تقريبا، $40. ده عشان تتفول يعني تفوت العربية. بس حصل معايا موقف ان انا كنت مرة رايح امول العربية، وكانت المكنة هناك، المكنة مفيش حد بقى، مكنة البنزين مفيش حد بقى يقول لك يا بيه اتفضل وتعالى امول لك والكلام ده، وانت بتمول لنفسك. تنزل بتحط الكريدت كارد بتاعك وبتدخل البيانات اللي هو طالبها منك، تفتح العربية وبتحط النوزل وبتدوس وبتمون وبتخلص وبيطلع لك ورقة الريسيت اللي فيه المبلغ اللي اتسحب من الكريدت كارد بتاعك بتمن البنزين. فيوم كنت راجع من الصلاة، فقلت همول العربية بقى عشان انام واصحى الصبح اروح الجامعة. فالغريب ان المكنة ديت من غير ما اخد بالي مونت العربية، لقيت النوزل اللي هو المسدس اللي بيتملي بيه العربية دوت مش عايز يخش في ال في العربية عندي. فقلت غريبة، يمكن النوزل ده شكله كبير شوية ولا بتاع. فمونت العربية من بعيد، فضلت ماسك المسدس كده لحد ما مونت نصها. ببص لقيت خد حاجة $40 أكتر من المعتاد. فقلت يا رب ليه، غريبة يعني خد حاجة $40، أنا متعود إن أدفع حاجة $30. فببص لقى ديزل ما طلعش بنزين. فوقتها اتثبت في مكاني طبعا، ما عرفتش اتحرك لا يمين ولا شمال. فدورت على النت، قلت لو انا مونت ديزل مكان بنزين اعمل ايه. فطلع الحمد لله مفيش مشكله. لو العربيه دارت، تقدر تمشي فيها شويه، وده السيف، مش بيبوظ الموتور ولا حاجه. وكلمت واحد صاحبي قلت له انا حصل معايا كذا كذا كذا، اعمل ايه. فمشيت بالعربيه لحد البيت، ركنتها عند البيت، كلمته، هو كلم الميكانيكي طبعا جيب العربيه بتاعته، غير لي كل الديزل اللي كان موجود دوت، ونضفها لي وغير لي وغسل لي تانك البنزين، وخد $70 تقريبا تمن تصليح القصه ديت عند البيت. هو جالي عند البيت وصلح لي كل حاجه ومشي، كان ابن حلال الصراحه. بس دي قصه العربيه.